الأهلي بطل أفريقيا. يعني مباراة النادي الأهلي صعبها على نفسه. كابتن ميمي عبد الرازق عمل مباراة دفاعية بحتة، وده كان شيء متوقع. يعني المفروض ان مستر كولر كان يجد حلول افضل من كده. ولحد امتى النادي الاهلي هيتنيه يعاني من غياب علي معلول وعدم وجود البديل المناسب لعلي معلول؟ يعني انا شايف ان مستر كولر طبعا مفيش خلاف ان بصمته واضحة على الفريق، وفي لعيبة كتير اتطورت ادائها مع مستر كولر، لكن لحد الان مستر كولر مش قادر يوجد البديل المناسب لعلي معلول. وكل جمهور النادي الاهلي الكبير عارف ان النادي الاهلي هيعاني بعد علي معلول. النهارده لاعب خالد عبد الفتاح باك شمال. طبعا خالد عبد الفتاح مركزه الاصلي باك يمين، يعني اللاعب معذور. انما انا راجل نازل عارف ان منتخب السويس هيلعب اداء دفاع، ولازم زي ما بنشيد باللعيبه لازم ننتقد اللعيبه. يعني انا شايف ان لازم وقفه مهمه مع طاهر محمد طاهر كهربا لازم يتعنف النهارده على الفرص السهله اللي قضاها قدام المرمى وصعب المباراه علينا. كهربا مضيع النهارده لا يقل عن 5 اهداف. كهربا ضيع النهارده ما لا يقل عن 5 اهداف قدام فريق مغمور، صعب المباراه علينا، وكانت ممكن المباراه تمتد وتوصل لضربات الجزاء. رامي ربيعه طبعا ضيع ضربه جزاء في الدقيقه 54. لولا تألق حسين الشحات واحرزوا الهدف في الدقيقه 86 كان ممكن ندخل نفسنا في دوامه. ممكن تفاجئ ان انت في الاخر خالص بتلعب ضربات جزاء. النادي الاهلي طبعا استحوذ على المباراه النهارده وسيطر على المباراه، لكن لعيبه النادي الاهلي ضيعوا فرص سهله قدام مرمى منتخب السويس. بالمناسبه منتخب السويس فريق محترم، عمل مباراه كبيره في حدود امكانياته. هو عمل مباراه دفاعيه والراجل عارف امكانيات فريقه. معنا عم صلاح ابو زيد، الراجل الزملكاوي المحترم جار العزيز، والكابتن ربيع ابو زيد. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. للاسف اداء النادي الاهلي مأثر على الواحد، والواحد زعلان. انا كنت منتظر النادي الاهلي يقدم مباراه كبيره، وكنت متخيل ان اللعيبه اللي هي ما بتشاركش هتنزل تعمل مباراه افضل من كده وهتبقى جعانه كوره. القندوسي النهارده طبعا نزل، يعني عمل اسيست وعمل نص ساعه كويسه، ادى اداء متميز. النادي الاهلي بدأ المباراه بطريقته المعتاده 4-3-3. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني باك يمين، 2 قلبين دفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم. في الجبهه الشمال لعب النهارده في ظل راحه علي معلول لعب خالد عبد الفتاح مش مكانه. لعب ب3 في نص الملعب، ديانج وحمدي فتحي ومروان عطيه. لعب بحسين الشحات في الجبهه الشمال مكانه، يعني هو مكانه اصلا في الجناح يمين، بس هو الراجل اضطر في ظل تراجع مستوى احمد عبد القادر ان يلعب بحسين الشحات جناح شمال، وطاهر محمد طاهر جناح يمين، وكهربا اللي المفروض يتعنف النهارده ولازم يتقعد معاه ويتشد شده جامده الكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر كولر على الفرص السهله اللي ضيعها النهارده، وصعدنا المباراه على نفسنا. ويعني مش عايز اقول كان في استهتار من الخصم، لان طبعا مباراه الكاس زي ما انتم عارفين مليئه بالمفاجآت. كان ممكن يحصل اي حاجه لا قدر الله ونلاقي نفسنا بره البطوله من دور ال 32. الواحد مصدوم من اداء النادي الاهلي النهارده، الواحد زعلان من اداء النادي الاهلي. يعني اللعيبه كانت هتعكنن على جمهورها. انا شايف ان احنا كنا ممكن نعمل مباراه افضل من كده واحسن من كده. كنت شايف النهارده علي معلول كان لازم يبقى موجود في النص ساعه الاخرانيه من المباراه. ما قدرناش نستغل مكان الجبهه الشمال دي كويس. طبعا خالد عبد الفتاح معذور مش مكانه، يعني رفعاته ما كانتش بالاتقان. لعيبه النادي الاهلي تباروا في اضاعه الفرص السهله قدام المرمى.
يعني لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا ستر وقدرنا نخرج بالمباراة بهدف نظيف ونصعد لدور ال16. أداء النادي الأهلي النهاردة ما كانش متميز، ما كانش في أحسن حال. يعني ضربة الجزاء اللي قضاها رامي ربيعة ديت، يعني مش عارف انت يعني بتمرن حارس المرمى ولا بتعمل ايه، انا مش عارف. ورامي ربيعة اصلا مش لاعب رقم واحد في تسديد ضربات الجزاء. كان علي معلول اللي هو رقم واحد، بس كان خارج اللي كان على الدكة. لكن هو ده حال المباراة النهاردة. النادي الاهلي يعني حتى لو فاز ما قدرش يسعد جمهوره بالاداء المتميز اللي احنا عارفينه عنه. غابت الروح النهارده، غاب الاصرار، غاب العزيمه عن النادي الاهلي. طبعا لا نغفل عدم وجود جماهيري في المدرجات، ده بيدي اللعيبه دفعه وبيدي اللعيبه روح. لكن غياب الجماهير اثر طبعا على اداء اللعيبه. مستر كولر يعني ما قدرش يخلق حلول النهارده كتيره. وفي نقطه سلبيه النهارده مهمه جدا جدا في اللقاء، ان احنا حوالي 12 ضربه ركنيه ما قدرناش نستغلها. النادي الاهلي النهارده ما بيستغلش الضربات الثابته خالص. يعني كذا كوره وكذا لعبه و12 ركنيه ما كانش حد قادر يستغلها. الاستاذ المحترم رضا ربيع اللي منورنا اهوت بيشاهد اللايف معانا، هو عم صلاح ابو زيد المتر اللي وحشنا طبعا. النادي الاهلي دايما بيتاثر بغياب الاستاذ رضا ربيعه. يا جماعه ده من المشجعين الجامدين وراجل محترم وراجل دايما متواجد وداعم للنادي الاهلي في شغله بقى، الله يسهله. لكن ان شاء الله رب العالمين نتمنى ينزل قبل السوبر الافريقي ونورنا كده ونسمع ماتش السوبر الافريقي مع بعض، عشان اداء النادي الاهلي المتميز يرجع زي الاول تاني. الاستاذ راضي بيقول لي معلول مش موجود، ما كانش موجود النهارده. طيب لحد امتى يا استاذ راضي هنفضل نعاني من مشكله الجانب الايسر؟ يعني كريم الدبيس، انا كنت شايف ان كريم الدبيس لو كان هيلعب مكان خالد عبد الفتاح ايا كان، هو كان هيبقى لاعب اشول وهيبقى مكانه. مش عارف ايه يعني اصرار مستر كولر انه يلعب خالد عبد الفتاح باك شمال وهو مكانه بيلعب باك يمين ايا كان. يعني كريم الدبيس كان هيبقى افضل من خالد عبد الفتاح، مع العلم برضو ان خالد عبد الفتاح نشط في الشوط الثاني شويه وقادر يلعب بكور عرضيه. الاستاذ راضي بيقول لي كريم الدبيس لاعب محترم، نتمنى نشوفه يا استاذ راضي. يعني انا كنت متوقع ان احنا النهارده مثلا هنلاقي علي معلول هنلعب بكريم الدبيس، المنافس سهل منافس مغمور. لكن مستر كولر دفع بخالد عبد الفتاح الجانب الشمال. كنا نتمنى طبعا، ما كانش فيه توفيق للعيبه النهارده